السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مسائية طيبة من قلب جبال العوينات بأقصى جنوب شرق ليبيا، بالقرب من مثلث الحدود الليبي المصري السوداني، وعلى بعد حوالي 360-70 كيلومتر عن مدينة الكفرة. نحييكم تحية مسائية طيبة، وحبينا نحطوكم معنا في الموقع الجميل هذا. زي ما تشوفوا هذه جبال العوينات، سلسلة جبال العوينات، يعني ما الإنسان ما يقدرش يوصفها بصراحة. تقدروا تشوفوها. يعني بصراحة حاجة بسم الله ما شاء الله. زي ما تشوفوا توا في لحظات الغروب قريب. طقس بسم الله ما شاء الله، طقس 100% رائع جدا. برودة، الجو كويس. واليوم إن شاء الله حيكون مبيتنا هنا في ما بين الصخور هذه، ما بين الجبال. وغدوة إن شاء الله نديروا جولات داخل الوديان اللي موجودة في الوادي هذا. طبعا الودان والغزال هنا متوفر، مش نقولوا بكثرة ولكن موجود. تلقوا الجرة متاعها موجودة في أغلب الأماكن، يعني تلقوها. أعطيكم نبدأ الموضوع. هذه الجبال، هذه التكوينات الصخرية، شوف سبحان الله، يعني وكأن قطع قطع قطع، سبحان الخالق. يعني قطع من الأحجار الضخمة مرصوصة، يعني وكأن في شخص يعني حاطها يعني بالقطعة زي ما تشوفوا. هذه جبال التماثيل، شوف قطع صخرية. هذا الجبل، قطع صخرية مرصوصة ببعض في عملية هندسية لا يقدر عليها الإنسان، إنما يقدر عليها الله جل وعلا، سبحان الخالق. وهذه واحدة من أهم المميزات اللي تخليك وتشجعك على السفر، إنك أنت تتأمل في مخلوقات الله، طبيعة سبحان الله. يعني تشوفوا بروحكم، والله الإنسان صعب يوصف بصراحة الجمال هذا، والله من الصعب جدا. هذا ما فيش إلا أن الواحد يقعمز يستمتع. فطبعا هنا الإقامة تفوق السبع نجوم بصراحة. تو شوية إن شاء الله تتغطى وتتزين السماء هذه بالنجوم، مع الليلة قمرية، حتتكون التشكيلات الصخرية هذه زي ما تشوفوا. بإذن الله تكون ليلة قمرية ممتعة. هذا الشباب يوصلوا. فيا ريت اللي يحب يبات ليلة يعني في أعطونا يعني الفكرة في أنك أنت لو خيرت ما بين إقامة في فندق 7 نجوم أو الإقامة في مكان زي هذا، فأيهما تختار؟ يا ريت تديروها لنا في تعليق، ونشوفوا كم عندنا من محبي السفر والترحال، وكم عندنا ناس تحب تبات في الطبيعة هيك، بعيد كل البعد على سبل الراحة، يعني اللي متعودين عليها في الفنادق وفي المنازل والأمور هذه. رغم أن هنا حتى هنا كل شيء متوفر الحمد لله، ولكن فقط مكان يختلف. زي ما تشوفوا المكان هذا، يعني النوم فيه يعني
مش حقها فلوس بصراحة. تحياتي لكم وإلى اللقاء.